السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جمهور الذهب، يا عشاق الكرة العالمية، من قلب الرياض SA، حيث العالم كله يترقب الأسطورة كريستيانو رونالدو يدخل قاعة التتويج الكبرى للرياضات الإلكترونية، وهنا تحدث المفاجأة. قلة من الجماهير، بعض من الأصوات المتفرقة رددوا ميسي ميسي، وحتى الأهلي. لكن دعونا نقولها بوضوح، ليست القاعة كلها، بل مجرد فئة صغيرة، أصوات محدودة حاولت أن تستفز الدون. لكن أيعقل أن تهتز أسطورة عاش الحروب الكروية في مدريد وتورينيو ومانشستر بسبب بعض الصيحات؟ كريستيانو اعتاد على مثل هذه اللحظات، كلما حاولوا إزعاجه زاد كبرياء، زاد قوة، وزاد صلابة. وفي اللحظة الحاسمة الحفل يزداد بريقا بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. لقطات خالدة، حضور استثنائي، رسالة إلى العالم أن السعودية ليست فقط وجهة للرياضة، بل عاصمة للبطولات ومركز لصناعة المجد، بين هتاف وتصفيق، بين أصوات هنا وهناك. بقي رونالدو شامخا، وبقيت السعودية في القمة. يا سادة يا كرام، مشهد سيسجله التاريخ. قلة من الأصوات حاولت، لكنها لم تغير شيئا، بل زادت رونالدو قوة في القاعة. كان المجد، كان في المنصة، كان الأمير، وفي العيون كانت هيبة السعودية. قولوا لنا في التعليقات، هل مثل هذه الهتافات تضعف قيمة رونالدو، أم أنها دليل على عظمته التي لا ينافسه عليها أحد؟ اشتركوا في القناة واضغطوا لايك، فالقادم نار نار يا حبيبي نار. مع السلامة وفي رعاية الله وحفظه.